بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيبتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله كاع راكم بخير عليكم. اليوم جيتكم بالتمر محشي، تحضروا هكا في رمضان ان شاء الله يدخل علينا بالصحة والستر ان شاء الله. بما انه جاتني فرصة باش نحضره معاكم هكا، حبيبتي جات من العمرة حضرته لها. قلت نشارك معاكم تدو فكرة. كان اللي يبغوا يحضروا هكا في رمضان يكونوا عارضين ضيوف للإفطار، ولا يبغوا يحطوا حاجة هكا شوية بريزونطابل، ما يبغوش يحطوا التمر العادي. بسم الله، نبداو على بركة الله. اول حاجة غادي نحتاجو كاوكاو محمص ومرحي. كما تقدروا ديروا اللوز. نحتاجو 2 كيسان تاع كاوكاو محمص ومرحي ولا لوز. كاين اللي يبغوا يديروا عقدة تاع اللوز كيما اللي نديروها في الثومه في لاباط داموند، وكاين اللي يبغوه كيما لافخس كيما العقدة تاع بنيون. نعم، مكونات بسيطة وسهلة. كاين اللي راهم يلموه بالحشوة تاع الكرانشي، كل واحد كيفاش راه يدير الحشوات. انا اخترت هذه تجي كيما العقدة تاع التشارك والعرايش وكاع. انا درت 2 كيسان تاع كاوكاو محمص ومرحي، درت نص كاس تاع سكر، درت فانيلا ولمو بالمازهر. هنا نسيو نيفيتو الحلاوه الماكسيموم في الحشوه، على خاطرش غادي يتغلف بالشوكولا من برا. انا نديرو المزهر تاعنا، نبدو نحكو في هذاك الكاوكاو حتى السكر تاعنا يذوب ويتعسل. السكر تاعنا كي يذوب هو اللي لمنا هذه لافاخس كيما العرايش والتشارك. شوفوا راني نحك فيه داك السكر مليح باش يبدا يذوب ويبدا يطلق كيما العسل. هنا حتى تشوفوا العقده تاعكم هكا بدات تلايم، نخلوها ترتاح تزيد تتعسل، ومن بعد عاده نبداو نخدموا بها. بعد ما تعسلت لنا هذيك لافاخس تاعنا، نجيبو التمر تاعنا نحلوه نقلعوا له العلفه. والتمر من الاحسن كي تشروه شرو التمر ماشي معسل بزاف، يكون شويه ناشف، ماشي داك المعسل باسكو غادي يغبنكم كي تحلوه يبدا يتمرس ويتعجن، ويغبنكم تاني كي ديروا له الحشوه. لازم يكون التمر شويه ناشف، ماشي طري بزاف ومعسل، ماشي كاع ناشف ناشف. المهم حبه تاع التمر اللي تتحكموا فيها تقدروا هكا تفتحوها. انا التمر تاعي مسحته هكا بطورشونج، كنت انا شويه مشمخه مسحته، ما بغيتش نغسله باسكو غادي يكون نغسله خاصني نتكلفي نهاره سينو يحماض. مسحته غير من هذيك الغبره، ونبدا نحشي فيه بهاد لافاخس اللي درتها. شوفوا كي تعسلت كي ولات زادت تلايمت تولي تتشكل معانا. نديروها هنايا حربوش على حساب الحبه تاع التمر تاعنا ونحشوها.
التمر تاعي كنت خليته في الثلاجة باش غير نقلاصيه بالشوكولا ينشف لي تمتم. هنا دوبت شوكولا دادا، كي دابت درت لها الزيت، قعدت نخفف فيها بالزيت حتى تحصلت على القوام المطلوب. هنا جبت شوكولا بيضة تاني دوبتها حليتها بالزيت، قلعت منها شويه وخلط فيها مغارف من هذيك الشوكولا السوداء باش تعطيني هذاك اللون الفاتح. اللي موتيف هادو هما اللي شريتهم تاع العمره. نتوما تقدروا ديروا فوقهم مكسرات الا بغيتوا ديروه في رمضان. وهذا البيراميد اللي استعملت المتوسط باسكو كاين حجم صغير ومتوسط والكبير كاع. ولي كيسات تاع التمر هادو هما يجوا هكا صغار. وهذه هي بعد ما قلاصيت قعدت نقلاصي في الحبه تاعي تاع التمر، بيكيتهم بالكيوردون في البيراميد. وهذا هو كان الشكل تاعهم. الى عجبتكم هذا التمر شاركوه مع احبابكم اللي تاعهم الفائده باش يديروه هما تاني في رمضان ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى وصفه مقبله ان شاء الله.